شاهدوا كيف أصبحت باريس مشهد لا يصدق من فرنسا. استمرار المظاهرات الاحتجاجية الرافضة لرفع سن التقاعد في فرنسا. جرت مظاهرات كبيرة في باريس ومدن أخرى احتجاجا على إقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد من دون تصويت النواب. وتخللت المظاهرات أعمال شغب وحرق وتخريب في ساحة الكونكورد وسط العاصمة باريس. فهل تتجه فرنسا نحو هزات سياسية واضطرابات اجتماعية بعد تمرير إصلاح نظام التقاعد بالقوة؟ فقد أثار قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتماد المادة 49.3 من الدستور لإقرار قانون إصلاح نظام التقاعد ردود فعل شعبية وسياسية سريعة وقوية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لن تنهي الجدل بشأن هذا القانون ولن توقف موجة الاحتجاجات المستمرة منذ يناير كانون الثاني. فهل تنذر بأزمات سياسية متعددة في السنوات الأربع المتبقية من ولاية ماكرون الثانية؟